بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي الزوج، لو سمحت، لو لقيت مراتك بتعيط من غير سبب أو مكشرة، ما تنفخش وتقول لها يا دي النكد، هو أنت مش لاقية حاجة تعمليها إلا إنك تنكدي؟ بس اعمل حاجة واحدة، خدها في حضنك وطبطب عليها، هتلاقي دموعها نشفت فجأة، وبعد كده اسألها على اللي مزعلها. هي بتبقى مضغوطة من مسؤوليات بقت زيادة عليها، يعني حضن منك كفيل إنه ينسيها ألمها ويشحن طاقتها. المرأة كائن حساس عاطفيا، كل مرة بتتجلد فيها بكلامك بيزيد جرح جواها وبيتخزن. لما بتفكرها في عز انشغالك أو لما تفتكرها في عز انشغالك وتكلمها مكالمة عشان تقول لها بحبك، بيخلي يومها أجمل، وتسبق لك بابتسامة أجمل، وتعمل لك الأكل اللي أنت بتحبه وأي حاجة بتريحك فيها. المرأة مفاتيحها ودانها، وأجمل إحساس تحسه معاك إنك تحسسها وتشعرها بالأمان.